السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. متأسفة. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه النهاردة. حاجة برضو يعني كده من نواعم العيد اللي احنا بجد كلنا بنحبها وبنشتريها بسعر غالي جدا من بره، فاحنا هنعملها النهاردة بأبسط الامكانيات وفي البيت، ويعني عايزة اقول لكم بجد مش هتاخد منكم وقت خالص. طب هنعمل ايه؟ هنعمل السابليه بطريقة سهلة كده وبسيطة. وتعالوا الاول حاجة نعمل بقى ايه، نوزن المكونات بتاعتنا. انا وزنت 500 جرام من الزبدة. انا مستخدمة زبدة فرن، فممكن تستخدمي اي نوع زبدة انت بتحبيه. تمام كده. هوزن 800 جرام من الدقيق. طبعا لازم الدقيق يا جماعة زي ما قلنا في اي حاجة من نواعم العيد يكون مخصص للكحك والبسكوت، علشان طبعا لا قدر الله لو مش مخصص للكحك والبسكوت فالدقيق ده بيطرد السمنة اللي فيه او بيطرد الإدام اللي فيه فبيطلع ناشف. طبعا لازم نخلي بالنا من الموضوع ده. معايا هنا 250 جرام من السكر البودر. برضو السكر البودر لازم نخلي بالنا منه، ولازم نجيب حاجة احنا واثقين فيها. انا بصراحة بجيبه سايب من عند العطار، بيكون مطحون كده من عنده، يعني فاهمين، ما عليهوش اي اضافات. احيانا بيكون الاكياس بتاعه السكر بيكون عليها اضافة النشا، فدي بتطلع الحاجة مش احسن حاجة. تمام كده. فانا بجيبه سايب او تطحنيه عندك في الكبة في البيت ويكون افضل يعني. فهنا وزنت ايه، ربع كيلو او 250 جرام من السكر البودرة، 800 جرام من الدقيق، كمان 500 جرام من الزبدة. والزبدة هحطها بدرجة حرارة، يعني بصوا انا كنت حطاها في التلاجة، يعني الافضل والاحسن ان انت تحطيها في التلاجة. فهنا هقطعها مكعبات كده زي ما انتوا شايفين، وهحطها في العجان، بس هنلفها كده لفتين لحد ما تنعم معانا، وهقول لكم هنعمل ايه بعد كده. تمام كده. المقادير، بصوا انا بفضل عن نفسي ان انا استخدم المقادير بالميزان، وده بيطلع لك الحاجة ما شاء الله، يعني النتيجة بتاعتها بيرفكت وبتبقى بجد مظبوطة على الشعرة. فانا بالنسبة لي الافضل الميزان، لان الكوبايات ما بتكونش متظبطة، مش كل الكوبايات بتكون زي بعض، مش كل المجات بتكون زي بعض. فيعني ممكن تستغني عن 100 جنيه من الحاجات اللي انت بتجيبيها، او 90 جنيه، ده سعر الميزان دلوقتي. انا كنت جايباه اصلا، يعني عايزه اقول لكم الميزان اللي عندي ده مش بتاعي والله، بتاع اخت جوزي، وانا بجيبه منها لما بكون عايزه اوزن حاجه، لان هي بيتها جنبي على طول. فانا كنت جايبه الميزان الصغنن، عارفين الصغنن خالص الابيض ده، توزني عليه لحد 5 كيلو، كنت جايباه ب45، بس طبعا ده كان من فتره، دلوقتي سعره 90 جنيه. فيعني احنا لو هنجيبه ضمن الحاجات اللي احنا بنجيبها كده للحلويات بتاعه العيد، فمش هيكلفنا حاجه، وبجد هيكون افضل لينا كتير. هنا بصوا انا يعني فكيت بس الزبده كده في العجان. بعد كده هنزل عليها بال250 جرام من السكر البودر. طبعا احنا عارفين السكر البودر بيكتل بسرعة، انا لسه شارياه فعلا، بس هو يعني ايه، كان معظمه مكتل كده زي ما انتم شايفين، بس هو مفيهوش حاجة. هو بيبقى بس ان هو ايه، عشان بيبقى وهو سخن بينزل من المطحنة وكده، فبيحطوه على بعضه فبيتكتل، انما هو مفيهوش اي حاجة. تمام كده. هفضل بقى سايباهم لحد ما تلاقي الزبدة اللي عندك دي اتحولت لكريمي، ويكون لونها ابيض يعني فاتح شوية عن كده، وهتلاقيها هشة كده، يعني الموضوع هيختلف دلوقتي خالص. تمام. هسيبها تقريبا من 7 ل10 دقايق كده تتضرب معايا كويس جدا، وبعدين هنرجع تاني نشوفها هيكون شكلها عامل ازاي. بصوا زي ما انتوا شايفين كده مشغله على اعلى سرعه، يعني في الاول بدات كده على سرعه هاديه، وبعد كده عليت السرعه شويه لحد ما تنضرب معايا وتبقى تمام. معايا هنا عدد 2 بيضة، ولازم يكونوا بدرجة حرارة المطبخ، ما يكونوش في التلاجة. طب ليه؟ لان معايا زبدة. اي حاجة بقى فيها زبدة وسمنة قيسي عليها اللي انا هقوله ده، لازم تكون البيض عندك او اللبن او اي حاجة بتضيفيها تكون بدرجة حرارة المطبخ، علشان ما تخليش الزبدة او السمنة اللي عندي تخرز. فاحنا هنا هنستخدم البيض بتاعنا بدرجة حرارة المطبخ، ما يكونش من التلاجة عشان الزبدة ما تخرصش معانا. تمام كده. نزلت بقى بالبيض وعليه طبعا كيسين من الفانيليا، وهسيبهم بقى يكملوا ضرب. شايفين بقت خفيفة ازاي، زي عاملة زي الكريم شانتيه كده بالظبط. هنزل بقى بالدقيق، وهنا يا دوبك بس هقلب الدقيق يختفي وخلاص كده، مش هبقى عايزة اعجن تاني، يا دوبك بس الدقيق يختفي. كأننا بنعجن بتفرن. هنا حطيت ذرة ملح بس. ودي المقادير، شايفين المقادير سهله وبسيطه ازاي، يعني مفيش اسهل من كده بجد. وعايزه تعملي كميه اقل من دي، ممكن تعملي 400 جرام من الدقيق، عليهم 250 جرام من الزبده اللي هو ربع كيلو، ممكن تعملي وهيعمل لك والله كميه حلوه قوي. فهنا زي ما انتم شايفين كده
خلاص لميت العجين كده ولميت الدقيق. فهنا هقسم العجينه دي على اتنين، لان انا بعد ما حطيت الدقيق افتكرت ان انا عايزه اعمل شويه بالشوكولاته. اول ما تعمل كده هتلاقوها بتلزق، بس ما تقلقيش هي هتلم دلوقتي هتبقى زي الفل، لان احنا هنحطها في التلاجة شويه. لازم بعد ما اعجنها هسيبها في التلاجة تقريبا يعني نقول مثلا ربع ساعة. انا بصراحة سبتها اكتر لاني اصلا كنت عجنيه وقت الفطار، يعني سبتها وكان فاضل ربع ساعة تقريبا على الفطار. فعملت ايه، حطيتها في التلاجة وبعد الفطار بدأت ان انا اعملها، يعني شكلتها بعد الفطار، يعني تقريبا قعدت نص ساعة واكتر لا اكتر من نص ساعة في التلاجة، فعادي جدا يعني. هنا حطيت معلقة زبدة وحطيت 3 معالق كبار من الكاكاو الخام، غير محلى يا جماعة. بلاش تحطي الكاكاو المحلى اللي هو الفاتح ده، لا احنا بنحط كاكاو خام غير محلى. وحطيت معلقة قطعة زبدة لاني ما شلتش من الدقيق من الاول، فهمتوا قصدي يعني، عشان نسيت ان انا اشيل معلقة من الدقيق، فهنا حطيت شوية من الزبدة. شايفين كده العجينة بتاعتنا تمام. فانا هعمل ايه، هحطها في التلاجة زي ما قلت لكم شوية، وبعد كده هرجع. يعني اقل وقت ممكن تحطيها ربع ساعة. بعد بقى يعني عايزة اقول لكم فطرنا بقى والدنيا بقت تمام. فهنا عملت ايه، جبت العجينة بتاعتي وهبدأ ان انا افرد فيها. عجينة السابليه طبعا بتتشكل بالقطاعات، ولا بمكن بقى ولا بأي حاجة. يعني دي حلوة قوي للناس اللي هي ما عندهاش مكن بيتي فور، ما عندهاش اكياس حلواني، الكلام ده كله. القطاعة دي انا جايبة تشكيلة القطاعات دي، عايزة اقول لكم انا جايباها من السنة اللي فاتت. كنت جايبة تشكيلة فيها تقريبا 24 قطعة من القطاعات بأحجام بقى واشكال مختلفة، كانت عاملة تقريبا 40 جنيه. ففي ان انت بتشتري الشكل الواحد، يعني شكل واحد او شكلين، القطعة تقريبا ب2 جنيه او ب2 جنيه ونص، حاجة زي كده يعني، مش غالية خالص. من اي محل مستلزمات حلواني هتشتري القطعات دي. متأسفة معلش، انا واخدة دور برد. يعني عايزة اقول لكم والله انا تقريبا من اول رمضان البرد عمال يروح ويجي كل يومين 3. مش عارفة ليه يعني، مع اني خدت علاجات كتيرة قوي، بس يعني مسنطر معايا اليومين دول شغال معايا مش عايز يسيبني. الحمد لله، ربنا يعافينا يا رب. هبدأ بقى القطاعة دي كده على شكل سمكة. فانتي بقى اختاري الشكل اللي يريحك، تقطعي بقى بكذا شكل، بشكل واحد، بشكلين، دي مش هتفرق خالص، دي حاجة ترجعلك. انا هقطع بالشكل المربع ده. بصوا مفيش اسهل من كده، احنا بنفرد كمية عجين مرة واحدة بس. يعني بلاش تفردي على الرخام على طول، عشان لما تيجي تشيليها تبقى سهلة في ان انتي تشيليها. ما عندكيش المفرش السيليكون ده، ممكن تقطعي على كيس بلاستيك، يعني كيس بلاستيك يكون اللي هو الشفاف ده النظيف، وبعد كده تبداي تقطعي عليه. المهم اي حاجة تكون فاصل بينها وبين الرخامة عشان تعرفي بس تشيليه. هنا بقطع بقى بشكل تاني، ده شكل قلب. شيل بقى الزيادات كده عشان نعرف نشيل السابليه بتاعنا. عايزه اقول لك من الحاجات السهله قوي اللي هي فعلا ما بتاخدش وقت خالص. انا مش بخليها سميكه قوي لان احنا لسه هنلزق 2 فوق بعض، فمش عايزاهم يكونوا السمك بتاعهم عالي قوي. فهنا يعني مخليها وسط. يجي بقى حد يسالني هي بتحط لها بيكنج باودر، هقول لكم لا يا جماعه ما بتحط لهاش بيكنج باودر، ولا البيتي فور بحط له بيكنج باودر. الحاجات دي لا، الاحسن ولا الغريبه بيتحط لها بيكنج باودر. ففي حاجات كده لا، يعني مش من المستحب ان هي تحط لها بيكنج باودر. تمام كده. وبعدين على فكرة البيض ده بيكون عامل زي المادة الرافعة بالظبط، ان هو بيخلي الحاجة تبقى نفس معاملة البيكنج باودر كده بالظبط. اهو بصوا بتتشيل معايا بكل سهولة عشان على المفرش او على كيس. يعني انا كنت احيانا بعملها على كيس بلاستيك. الاول بس بشيل الزيادات على الحرف دي عشان اعرف اشيل الرسمة بتاعتي مظبوطة. هنا الصاج عندي ولا مدهون ولا اي حاجة على فكرة، البسكوت بس اللي بدهنه، انما البيتيفور والكحك والسابليه مش بدهن اي حاجه ولا الغريبه، هو بس البسكوت اللي انا بدهن دهنه زيت. بصوا انا عملت قطعت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، طبعا على الحجم اللي انت عايزاه، ممكن تصغري عن كده على فكره. انا بصراحه كنت مستسهله وبعمل بالقطعات الوسط، مش الكبيره ولا الصغيره. بس عملت كام واحده اللي هم القلوب الصغيره والنجوم الصغيره دول بالقطعات الصغيره. بصراحه هي بتبقى احلى واطعم واشيك بكتير. بس يعني انا ايه، عشان زي ما قلت لكم كنت تعبانه وكده، فكنت بستسهل يعني بقطع بالاشكال الوسط.
كده استوى. طب هتقولي التسوية، هقول لكم على درجة حرارة 180 وما بنولعش الشواية خالص، يعني في الرف اللي تحت على درجة حرارة 180 بيستوي، بيبقى الشكل اللي انتوا شايفينه ده. ما شاء الله تحفة. وعايزة اقول لكم والله ناعم جدا، مع انه متماسك كده وتشوفوه لا الموضوع يعني ايه تحسوه ناشف، لا بس هو ناعم جدا. فهنا لزقت الاتنين في بعض زي البيتي فور كده بالظبط. عايزه تلزقي بمربى اوكي، انا لزقت بشوكولاته بصراحه، بحس الشوكولاته افضل وما بتخليش الحاجه تطرى بسرعه. فهنا لزقت بشوكولاته اتنين، كل رسمه طبعا مع اختها كده فوق بعض. وبعد كده جبت شوكولاته بيضه وشوكولاته غامقه، وهبدا ان انا انزل فيهم السابليه كده، وهحط على ورقه زبده علشان لما اجي برضو اشيله بعد ما ينشف من الشوكولاته ما يزهقنيش وانا بشيله. طبعا هنا معايا مكسرات، ومعايا عارفين اللي هو البودر الذهبي ده اللي احنا بنحطه على التورت والحاجات والشوكولاتات والحاجات دي. ومعايا كمان ورق اللي هو الورق الذهب ده. فدي الحاجات اللي موجودة عندي فهزين بيها. تمام كده، اي بقى حاجة عندك متوفرة زيني بيها. فكرة ممكن تحطيه في الشوكولاتة كده، وهعمل لك كام واحدة من غير مكسرات ولا اي حاجة، بس بمجرد ان انت حطيتي عليه شوكولاتة ونخططه كده بلون شوكولاتة مختلف، فبيطلع شكله حلو جدا. هتشوفوه طبعا معايا دلوقتي. بصوا هنا بقى هبدأ ان انا احط مكسرات، والتزيين ده يا ست الكل لعبتك، يعني حاجة بقى على ذوقك انتي، والحاجة اللي تريحك او تريح عينك انتي اعمليها. بس اهم حاجة طبعا احنا بنغطسه الاول في الشوكولاتة، وبعد كده بقى زيني زي ما انتي حابة. انا هنا عندي شوية مكسرات مجروشين كده، فحطيت شوية على الحرف، حطيت كام واحدة مكسرات كده زي ما انتوا شايفين برضو على السابليه من فوق. بحطه الشوكولاتة لسه طرية عشان يمسك فيها. اهو زي ما انتوا شايفين بقى على كده بقى، وهكمل يعني ايه على حسب بقى ما يكملوا معايا، او على حسب الشكل اللي انا عايزاه. بصوا بقى ان انا كملت الحاجات اللي انا عايزه احط عليها مكسرات. وهنا هعمل بقى على الابيض خطوط شوكولاته من الغامقه، وعلى الشوكولاته الغامقه يعني ايه خطوط البيضه، فاهمين؟ بعمل اختلافها طبعا عشان تبين. اهو ده كده شكلهم، حطيت عليهم من البودر الذهبي ده، مش عارفه اسمه ايه ولسه طريه زي ما انتم شايفين، فهسيبهم كده ينشفوا. وبعد كده بقى طبعا هحطهم في العلبه بتاعتهم، بس مش هحطهم الا لما الشوكولاته تنشف خالص. تمام كده. ده كده شكل التزيين. طبعا ممكن يكونش باين قوي علشان طبعا الورقه نفسها متخطط عليها شوكولاته، فشكلها مش احسن حاجه. ده هنا بقول لكم من غير مكسرات ولا اي حاجه، هو شكله تحفه. اهو زي ما انتوا شايفين كده. طبعا هسيبهم بقى ينشفوا شوية، وبعدين هحطهم على علبة. احطهم برضو دلوقتي على صينية كده بعد ما ينشفوا شوية، وهسيبهم بقى عشان يعني نقدم منهم. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله تحفة، وبجد ما اخدوش حاجة، وكانت يعني سهلين جدا. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص النهاردة. ولو في اي سؤال سيبهولي في الكومنتات، ويا رب اشوفكم في فيديو جديد على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.